لما بتروح تعرف اهلها على الولد اللي بتحبه، الولد مش بيقوم لما ابوه بيسلم عليه، وبيقول له مش ذوق الادب لما حد اكبر منك يسلم عليك تقوم وتقف، بس هو اللي بيرجع بيوري له انه مشلول وبيتضايق اول ما بيشوفه، وبيقول له بنته تعالي معايا. وبعد شويه لما بيرجعوا بيروحوا يمشوا من غير ما يقعدوا معاه، وبيقول لها في ايه، وبتقول لابويا قال لي على الصح ما ينفعش اتجوز واحد مشلول، والولد بيزعل جدا في حبيبته. ولما بيكون في البيت وقاعد مع صاحبته بيكون زعلان وبيقول لها اللي حصل، وبتحاول تهون عليه عشان بتكون بتحبه وهو مش عارف، وبتقول له انت تستحق حد احسن منها، وبيقرر يعمل عمليه في رجله، والبنت بتترجاه عشان ما يعملش العمليه عشان لو عمل العمليه ده خطر على حياته وبنسبه كبيره هيموت. وتاني يوم بتصحى ومش بتلاقيه، وبيدور عليه في البيت كله مش بتلاقيه، وبتبعت له رساله وبتفضل تعيط وبتقول له ارجوك ما تعملش العمليه. وتاني يوم بيكون في حفله عيد ميلاد وبيدخل عليهم بكرسي بعجل وبيقوم من عليه، والبنت اللي كان بيحبها بتتصدم اول ما بتشوفه وبتعمل نفسها كويسه، بتقول له انا كنت بعمل كده عشان تعمل عمليه وتمشي على رجلك. وبلاقي صاحبته زعلت ومشيت عشان بعد ما وقف كتير معاه في الاخر راح للبنت التانيه وبيقول لها لو انت اخر واحده في الدنيا انا مش هاخدك. وبروح لصاحبته وبلاقيها بتتفرج على صورهم مع بعض، وخيرا جاك بيعترف لها بحبه، والبنت طبعا ما بتصدق وبتخرج وبتفضل ترقص معاه.